العوالم عندنا في مصر يعني ازيك يا عيل؟ استغفر الله العظيم يا رب. هو انا مش بكلمك؟ لا يا بابا، هو انا بس مش لاقي رد اقوله. كلامي الغاز، انا ما كنتش بكلمك. لا هو حضرتك بس شتمت، فانا ارد على الشتيمه بايه؟ يعني عايز تشتمني؟ انا ما قلتش كده. لا تقوم تديني قلمين بالمره، تتقطع ايدي. ده انا بس بعدين ما خلاص اتمدت ايدك. بابا انت عايز ايه دلوقتي؟ كمان مش طايق لي كلمه وبترد عليا، شيء عظيم. طب اعمل ايه؟ غضب الاب من غضب الرب. قلبي وربي غضبانين عليك، عيل متربي اكتر من اي حاجه تانية. ممكن لا والله يا بابا انت بتتلكك عشان تضرب او تتخانق. بص طب انا ممكن امشي، والله امشي. طب اسيب البيت امشي؟ لا خليك، انا بس عايزك في خدمه. قول كده بقى مصلحجي. ايه كنت بتقول عايزني في خدمه؟ انا سامعك. ما تعرفش فيلم كده حلو وكوميدي يعني الواحد يروح يدخله في السينمات عايز يضحك شويه يكون عدل؟ طب وليه فيلم؟ في مسرحيه جامده جدا صريخ ضحك اسمها ميتا ابو شراب. ويا ترى مين اللي بيمثل فيها دي؟ انا قول بقى كده يا مصلحجي. لا دي مسرحيه كوميدي وبتضحك وحلو. تعال انت وشوف. لا طبعا مش هاجي. احسن الرقص على الباك ممكن ارقص الصبح. فضول بس. امتى المسرحيه دي؟ في اول شهر 3، اول يوم في شهر 3. 1/3 يعني. ما تقول كده 1/3 سهله يعني. 1/3 فين بقى؟ في الهسابير. الهسابير تعرفه؟ اعرفه، احلى ايام هناك يا ابني. انا في الهسابير ده عملت 10 مسرحيات بطولتي. انت بتقول ايه؟ لحد النهارده كل يوم رايح جاي قدام. والله انا رايح الشغل وانا جاي من الشغل. هو مسرح الهسابير ده يعني فين تقريبا كده؟ معلش ده في رمسيس. فهو في رمسيس دي معروفه جدا. رمسيس في كل الناس عارفاها. رمسيس عارف الناس كلها رمسيس عارفاها. ايوه دي الناس كلها معروفه رمسيس دي. هو يا ابني رمسيس دي حاره، ما تفسر فين في رمسيس. حاضر. عارف مستشفى السكه الحديد؟ اللي في رمسيس. ايوه هو بقى في وشها. كام بقى التذكره؟ تيكت يعني كام؟ يبقى ادخل لي انت بقى بابا على اي صفحه خاصه كده على النت، فيسبوك انستجرام، اي صفحه خاصه ابعت لي عليها ان انت عايز التفاصيل بتاعه وانا هبعت لك. احنا مع بعضينا هنا يعني في البيت. قول لي بكام؟ لا ادخل لي انت بس على اي صفحه وكلمني وانا هبعت لك اقول لك بكام التذكره والساعه كام هيبقى في اليوم ده، العرض هيبقى في الساعه كام، هبعت لك كل التفاصيل. ما تقول يا 5 جنيه؟ 5 جنيه ايه؟ احنا بنعرض في الشارع. ده مسرح كبير ونضيف جدا على فكره. لا انا هروح اتعامل معاك على النت. انت على النت تحترمني شويه وتعاملني كزبون، والزبون دايما على حق. ماشي هستناك تيجي بقى. مش هتعبك، عايز اضاءه معلش. في يدي اضاءه كمان عفريت. وانت كمان ممكن تيجي المسرحيه. ابعت لي على اي صفحه عندي انستجرام او فيسبوك وانا ابعت لك كل التفاصيل، السعر، الميعاد، الكلام ده كله. سلام.